التهويل أو catastrophizing بالإنجليش. ده تالت نوع من أنواع أخطاء التفكير المنتشرة. كنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي قبل كده عن القفز إلى النتائج وقراءة الأفكار وتفكير الكل أو لا شيء، وفي الفيديو ده هنتكلم فيه عن التهويل. التهويل هو خطأ تفكير بيخليك دايما تفترض الأسوأ من كل شيء، تفترض كل حاجة سيئة وتهولها جدا. يعني مثلا أنا صاحبي مردش عليا، ده أكيد حصل له مصيبة، أكيد في حاجة كبيرة حصلت، ده ممكن يكون مات. تلاقي نفسك بتعمل تهويل كبير جدا، اللي هو انا سقطت في الامتحان مثلا او نزلت كام درجه في الامتحان، ايه ده انا خلاص، انا كده مش هنجح تاني خالص في حياتي، انا مش هعرف اكون شخص ناجح، انا شخص فاشل رسميا. تلاقي نفسك دايما بتهول كل شيء حواليك، كل حاجه انت بتعمل لها تهويل، وخصوصا في الحاجات السيئه. فده علشان نقدر نتعامل معاه بحاجه اسمها قائمه الاحتمالات، ان انت بتعمل كل الاحتمالات المنطقيه والمحتمله، وليست الافكار التهويليه او الافكار السلبيه اللي انت عايش فيها. ولازم تفهم انك تكون واقعي مش معناه انك تتجنب المخاطر، بس انك تشوف الصوره كامله. وفي برضو نوع من انواع العلاج اللي احنا بنستخدمه اسمه جلسات العلاج المعرفي السلوكي، اللي بنتعامل فيها على اخطاء التفكير ده. فانت لو عندك مشكله التهويل، حاول تعمل قائمه البدائل وقائمه الاقتراحات المنطقيه زي ما قلت. ولو حسيت ان انت محتاج مساعده، يبقى تسيب لنا في الكومنتس او تبعت لنا على رسائل الصفحه، واحنا بنقدم جلسات نفسيه وبنقدم جلسات للعلاج المعرفي السلوكي للتعامل مع اخطاء التفكير زي التهويل وغيرها.